ما هو الذنب الذي ارتكبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جعله يندم ندما شديدا؟ وكان عمر يقول لأجل ذلك: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. فما هو الكلام الذي تكلم به عمر بن الخطاب وجعله يندم كل هذا الندم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عن صلح الحديبية وما دار فيه من شروط بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لم يستسغ هذا الصلح ولم يقبله بطيب خاطر، لأن كلنا نعلم أن عمر بن الخطاب كان شديدا قويا شجاعا ولا يخاف في الله لومة لائم، فأراد أن يفهم لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل وقبل بشروط قريش. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال رسول الله: بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال رسول الله: بلى. فقال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قوة وهو يقول: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فوقف عمر وقال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ فرد عمر: لا. فقال رسول الله: فإنك آتيه ومطوف به. وما دار في هذا الحديث بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسول الله مغزاه ومعناه أن عمر كان يستفسر من رسول الله ويريد أن يفهم لماذا لم يحجوا ولم يعتمروا ولم يطوفوا بالبيت مع أنهم كانوا قريبين منه، لماذا قبلوا بشروط قريش؟ فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا سنأتي إلى الكعبة وسنطوف بالبيت العتيق، ولكن أنا لم أخبركم أننا سنطوف به العام، بمعنى أنه حدد له الكلام. فذهب عمر ولم يرتح لهذا الكلام، لكنه سكت وذهب إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسأله نفس السؤال وكلمه نفس الكلام، فرد عليه أبو بكر الصديق بنفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل عمر غير مرتاح لما سمع من الكلام، لم ترتح خاطره ونفسه لهذه الشروط ولهذا الصلح. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقرأ عليه الآيات الكريمة، فقال عمر: يا رسول الله، أهو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. هنا تأكد عمر بأنه فتح قريب من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.